تعالوا نقول الشعار عشان ما قلناهوش النهارده. هنا بنتكلم عن الوكيل الامين الحكيم، يبقى خلاص احنا كملنا المجموعه. قلنا الوكيل والامين والحكيم. فيلا بينا. اديني فرصه وعدك هنوي واشبعك على ندك نعمه بنميتك على وكتك هكون سهران واكون
استاذ مجدي ماهر غني عن التعريف، ويعني انا على المستوى الشخصي اتعلمت كتاب ازاي ابتدائي سته ابتدائي، وبعد كده لما بقيت اعدادي برضه الاستاذ بتاعي هو بيحببني في اعدادي، كان هو بقى مين في البيت. ومن زمان واحنا بنحب نتعلم منه درس الكتاب. او على المستوى الشخصي طبعا احنا فرصة الخلوة دي بتبقى زي ان الواحد بيشبع يتملي عشان يفيد. يعني دايما بنقول ان هي بداية لوقت جديد. اخدت حاجة مليت بحاجة عشان اعيش بيها او استمر بيها. ما بيبقاش المفروض يعني كلام سمعناه او نعيشنا فيه وفي الاخر الحياه مش باين، يعني ما حصلش حاجه بعدين. فرصه ان احنا في فتره الصيام كمان، هو الصيام كده برضه. الصيام ده مش هدف، احنا مش بنصوم عشان نصوم زي الصيام التاني، احنا بنصوم عشان يحصل حاجه، عشان في هدف معين، عشان في حياه معينه وقت الصيام وتمتد الى بعد الصيام. هو في الكلام ده؟ هبتدي بقى اقول انه ما دام كده ان الموضوع ده محتاج بقى متابعه في خدمتي. يعني الخلوه دي تبقى بدايه، واتكلمنا امبارح او سمعنا كلام كتير عن الموضوع. النهارده نفتح قلوبنا عشان مين اللي يتكلم بقى؟ ربنا اللي بيتكلم. وفي حاجه ثانيه هنا، الايه دي شفتوها قبل كده؟ سحابه الشهود مكتوبه هنا ومكتوبه في البامفلت كمان. تعالوا نقراها مع بعض او نبتدي بيها. لذلك نقرا سلام في الاول. لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بنا، لنطرح كل الثقل والخطيه المحيطه بنا بسهوله، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. انا جايب الايه دي عشان السحابه من الشهود. ممكن تكون قديسين، ممكن تكون ناس من الكتاب المقدس، ممكن تكون بيننا وبين بعض ناس معانا في الخدمه. يبقى مين اللي هيتكلم النهارده؟ انا عايز السحابه من الشهود دي هي اللي تتكلم النهارده مع ربنا. كلام ربنا هتقول لنا ايه؟ دول الناس اللي اخترناهم. انا نسيت طبعا، بقى لي مده لما بعمل برزنتيشن غالبا كل كلمه بعمل برزنتيشن او درس كتاب بحط اللغات الثانيه عشان ساعات بيبقى في فرق. بس غالبا مفيش فرق قوي في اللغتين التانيين. مش هتلاقوا في فرق قوي، بس كده غير انه في حاجتين خدتوا بالكم بالانجليزي سراوند وبالفرنساوي انفيرونين. عارفين دي تدي معنى زياده ايه عن العربي؟ الاحاطه كانه حد بيعمل كده، كأن الناس دي بتحوط علينا كده. السحابه من الشهود اللي عايزيننا نعيش زيهم او نبقى نعمل الجهاد بتاعهم. طيب انا برضه حطيت الايه دي شبهها. اذكروا مرشديكم. ممكن المرشدين دول يبقوا ابونا اللي في الكنيسه عندنا، ممكن يكونوا خدام، ممكن يكونوا ناس من الكتاب المقدس. دول اللي هنجيبهم النهارده مرشدين يرشدونا عشان اللي بعد الخلوه هنعمل ايه بعد الخلوه. طيب خلاص انا هشاور لك بقى والفلسفه. وليه بقى الايه اللي احنا حافظينها جت معانا؟ خدوا بالكم الايه الاخيره اللي مكتوبه تحت دول ايتين في بعض.
اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمه الله قوموا الى نهايه صلاتهم فتمثلوا بايمان. الايه اللي بعديها على طول بتقول يسوع المسيح هو امسا واليوم والى الابد. احنا حاطين الثانيه كويس مش رابطينها بالاولانيه. ايه الارتباط بين الاثنين؟ هيوصلوا المسيح. ليه الاثنين دول جم ورا بعض؟ على فكره الانجيل غالبا ما كانش فيه ايات، هو الكلام ورا بعض. ايوه بالظبط كده، زي ما كنا بيقول لنا في القداس كما كان وهكذا يكون. ان زي ما كان قدامهم حاجه هم عاشوا بيها هو هيدينا وهيكون معانا ونعيش نفس العيشه. فاحنا النهارده هنلف على كم شخصيه كده كتابيه. والايه دي برضه حلوه قوي. لو احنا محتارين او مش عارفين او تعبانين في الخدمه او زي الناس الصعبه اللي قابلناها امبارح نعمل ايه؟ مش عارفين. لكن واحنا جميله حلوه قوي ان الايه دي على الجميله بين النساء، وعلى فكره في الترجمه هتلاقوا برضه حاجه اضافه في الجميله بين النساء. فاخرجي على اثار الغنم ورعي جداء هذا وسكن الرعاة. دي باينه قوي الايه دي ان هي الخدام. مين اثار الغنم؟ مين الغنم دول؟ هم اللي هنشوفهم النهارده. لكن خدوا بالكم ان الجميله هنا يقول ان هي احلى واحده. ان ربنا بيعلمنا ان احنا احلى واحده، مش جميله في وسط جميلات، لا احنا اجمل. هي الترجمه الصح او كده الاجمل مش جميله. طيب وفي الاخر يقولوا لها ايه؟ كانه المرشدين دول او الناس اللي بتقول عليهم يقولوا لها اين ذهب حبيبك ايتها الجميله بين النساء؟ اين توجه حبيبك؟ فنطلبه معك. كأن في الخدمه دي هنتعرف على ناس يدخلونا ندور على المسيح ونعيش حياه المسيح ونخدم خدمه المسيح او خدمه الحياه الجديده. نبتدي شويه اسئله كده تشتركوا فيها معانا. انا دايما بحب احط اسئله في الاول، بعد كده هتشوفوا ان هي بتبرر الكلام. مين هيجاوب على فيها جوائز؟ 50 جنيه النهارده ولا دي؟ طيب ليه بنقول دايما الكلمه دي بكررها كتير في الكتاب المقدس؟ من دان الى بئر سبع. ابونا بيشوف لا مش عايزين ما بحبش على الموضوع ده. لا لو في صوره ولا حاجه كده ما بحبش الفلوس. ليه بنقول الكلمه دي بكررها في الكتاب المقدس من دان الى بئر سبع؟ بين الشمال وبين الجنوب. دان في الشمال وبئر سبع في الجنوب. لما يحب يقول البلد اسرائيل كلها يقول ان دان في الشمال بئر سبع اللي في الجنوب. طب مين هي بئر سبع دي؟ حد يعرف كلمه بئر سبع؟ لا جيب يعقوب هو اللي كان عنده السامريه. بئر سبع. ايوه ابراهيم لما عمل عهد مع مين؟ اعمال القرار اللي هو كان اسمه ايه؟ ابي مالك. عمل معاه ذبح 7 نعاج. والكلمه دي بتدي معنيين، معنى العهد ومعنى رقم 7 اللي هو رقم الكمال اللي هو ال7 نعاج اللي قال دول العهد اللي بيني وبينك. طيب السؤال اللي بعديه مدينه معنى اسمها كل ده. هم مش عارفين يجيبوا لها ترجمه بسيطه فقالوا ان هي واحده من دول او كل دول. ايه المدينه دي؟ حد يعرفها؟ تحب اقول شاهد؟ اطلعوه من على التليفون ولا قفلت التليفون زي هي صمويل الثاني 5 في اشهر حته فيها. هي مدينه اسمها جاب كتير يعني من مدن الملجأ كمان. اعمال حبرون. كلمه حبرون معناها الحاجات دي. اقولهم عضة مع بعض يعني صحبة رباط اتحاد شركة دي. طب السؤال اللي بعده. ده في حبرون حصل كده فقطع داوود معهم عهدا امام الرب ومسحوا داوود ملكا على اسرائيل. السؤال اللي بعده. ذكر حصاد الشعير مع امرأتين وحصاد الحنطة مع 3 رجال وامرأة. مين الامرأة اللي ذكر معاها حصاد الشعير والحنطة مع بعض؟ راعوز. طب تعرفوا مين الثاني اللي اتذكر معاه حصاد الشعير غير راعوز؟ او مين؟ لا
عايزين واحده ثانيه، هي انواع ثانيه. ومين اللي اتذكر معاهم حصاد الحنطه؟ على فكره المسيح جاب سيره الحنطه. لا دي هسيبها لكم تدوروا عليها. مين اللي ربنا قال له قال الرب له هل تقصر يد الرب الان ترى وفيك كلامي ام لا؟ موسى عدد 11 لما قال له هجيب منين اكل للناس دي كلها دول لو سمك البحر كله ما يكفرهمش؟ قال له ربنا الكلمه دي. اللي بعده انتوا عارفين دايما بنقول امراه فاضله من يجد، وانا قلت امراه حكيمه من يجد. هنشوف لسه جايه شويه اسامي كده ما اعرفش تعرفوهم ولا لا، لان ده اخر واحد عايزين نتكلم عنه. الدم وميدان شمع بن ابي الهلالي عن مسائي رأس الثوالث. تعرفوا الناس دي؟ كمل كريستوس ده من العهد الجديد اهو، هتلاقيه من زكريا عبور بن هليل الفرطون بتاعنا في الاتوبيس امبارح. سوسكانيس وعزرائيل ابن هنمان ده عزرائيل عشان ميكائيل ورفائيل وجبرائيل وعزرائيل. هو الدم ده اللي هو مش مع لا انا جاي من الاسامي دي عشان اخر واحد هنتكلم عنه اسمه غريب، فبرضه الاسامي الغريبه بس لو عايزين تعرفوا حد منهم يسالوني بعدين عشان ما اضيعش. نبتدي على طول بقى على اول واحده اللي هي بتقول لو فتحتوا في درس كتاب في البامفلت بتقول هنجيب وكيله ووكيل، امينه وامين، وايه تاني؟ اخر حاجه حكيمه وحكيم. هنبتدي بيهوشافاط. دي كانت بنت واحد اسمه يهورام ملك صعب شرير، مع انه من ملوك المفروض يكونوا كويسين. انتوا عارفين حكايه ملوك يهوذا وملوك اسرائيل مش كده؟ دي مش محتاجه اشرح فيها حاجه. في فتره من الفترات هتلاقوا الاسامي شبه بعض، حد يعرف ليه؟ يعني يهورام تلاقوه هنا وهنا، اكازيا تلاقوه هنا وهنا. لا حضرتك لا ما قررتش. علشان يهوشافاط عمل غلطه انه ناسك عقاب الملك، وربنا بعت له نبي قال له انت ليه عملت كده؟ كيف؟ مش مهم مش عايز اطلب على الموضوع، بس هتلاقوا اسامي شبه بعض. في الوقت ده جه يهورام، ويهورام ده كان ماشي تبع ملوك الشرق. لكن هي اتجوزت واحد اسمه يهويادع، ده كان رئيس كهنة أو كان. تعالوا نبص ذكرت مرتين، ده الكلام اتقال عنها مش كتير. لكن ليه هنقول عليها إن هي وكيلة؟ أما يهوشافاط بنت الملك، وأنا حاطط أحمر على بنت الملك وعلى أمي، حد يحاول يقول لي ليه؟ فأخذت يؤاش بن أخازيا وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا. إيه حكاية الولاد الملك اللي اتقتلوا دول؟ أتاني في الوقت ده يهورام ده لما مات، أخازيا أخوه بقى ملك، أخازيا مات، جت بقى أم أخازيا اسمها عساليا بنت أخاب وإيزابل، قتلت كل الناس للملك عشان هي تبقى ملكة. هي عايزة تبقى ملكة. وقعدت 6 سنين ملكة، بس في واحد اللي هو يؤاش ده خدوه هو طفل وخبوه لمدة 6 سنين، وبعد كده هيبقى ملك وهيقتلوا عساليا. طب ليه يهوشافاط هنا عمل كده؟ خدت الولد الصغير ده، طبعا في تفاسير بتقول ان هي مش بنت عساليا ولكن هي بنت يهورام، والاثنين كانوا اشرار. والمحيط كله، الحياه كلها ناس بعيده عن ربنا، ناس مش عايشه مع ربنا، الشر في كل حته، و6 سنين شر. لكن هي اما شفتوا كلمه اما جت ازاي؟ الشر منتشر، ولكن في واحده مش هتمشي تبع الشر. طب وخدت الولد وخبته، وبعدين لانها كانت اخت اخازيا، اخازيا ده ابن مين؟ يهورام اللي هو ابن مين؟ بنته يهوشافاط، يعني دي تعتبر عمته الولد الصغير. وكان معه في بيت الله 6 سنين وعساليا ملكة على الأرض. تعالوا قولوا لي بقى، أما بنت الملك احنا كلنا ولاد الملك،
يعني احنا كلنا في وضع زي يهوشافاط. ويعني ايه خبيته ويعني ايه 6 سنين هنشوفها طب في السلايد الجاي، بس ممكن اقول لكم الاول يعني ايه. ماشي، اول حاجه اسمها يعني يهوشافاط بئر 7. الارتباط اللي بينهم ان في عهد، هي معناها عهد او قسم، يعني ربنا بيحلف بعهد معين. طيب وبعديها يهورام اتقال عنه ايه؟ اللي هي بنته، ما كله دايما بيقول ان الواحد بيطلع لوراه او لمامته زي ما سمعتم امبارح في الحلقه الصعبه. اتقال عنه كده، بصوا: مات بامراض رديه ولم يعمل له شعب حريقه كحريقه ابائه وذهب غير مكسوف عليه. ما اتقالش كده على ملك من يهوذا اللي هم من ولاد داوود الا على يهورام ده. شايفين الكلام صعب ده ازاي؟ ودي بنته. فهمتوا الفكره بتاعت يهوشافاط؟ طيب انا باخد الحته بتاعت يهوشافاط دي واقول ان في عهد واحنا خدام عهد جديد. الذي جعلنا كفاة لان نكون خدام عهد جديد يبتدي من السنه السابعه بعد 6 سنين صعبه. طيب في ظروف صعبه جدا اخذت قرار صعب ونفذته. حلو قوي ان هي مختلفه عن مامتها وباباها واخواتها. استمرت 6 سنين في المخاطره. فخلينا واحده واحده. 6 سنين في المخاطره تحافظ على الملك لغايه ما بقى في الوقت المناسب بقى هو الملك. رمز للخادم الوكيل على المخدومين، يخطفهم من شر العالم ويخبيهم لغايه السنه السابعه اللي هي يقدروا يعيشوا فيها مع المسيح حياه الكمال. وكمان ممكن نقول ان هي معناها قسم الرب، يعني عهد، وده يتفق مع الوكاله، كأن ربنا بيعمل مع الخادم عهد عشان يديله وكاله الخدمه او يبقى وكيل على خدمه معينه. اوكي؟ دي اول واحده يهوشافاط. ندخل على ثاني شخصيه بتتكلم عنها برضه الوكاله. اليعزر بن مشكل. مش هقوله بقى، انتوا عارفين قصته ولا ما نعرفهاش؟ بتاعت ابراهيم لما اتجوز راح يخطب اسحاق اللي هي رفقه. الاول كان ابراهيم مش بيخلف، فبيقول ملك بيتي هو اليعزر بن مشكل. تعالوا نشوف بقى قال له ايه ابراهيم؟ ضع يدك تحت ليه؟ برافو، ده العهد الخادم ده هينفذه. تعالوا نشوف هينفذه ازاي. ابراهيم بيقول له ان ربنا هو يرسل ملاكه امامك فتاخذ زوجه لابني من هناك، وان لم تشأ اتبعك فالرأس من حلف. هنا بقى الخادم مش لوحده. الخادم مين اللي بيقوده؟ ربنا، وبيديله ملاك او رساله عشان يقدر يتمم الخدمه. لا انا عايز اقف على ان لم تشأ المراه ان تتبعك. طب لو الخدمه اللي انا عملتها بامانه ووكيل ومسؤوليه ومهمه ما نفعتش، النتيجه بتاعتها مش حلوه. طب انا عملت اللي عليا بس ما بدورش على نتيجه الخدمه لان دي بتاعت ربنا. نكمل. عمل حاجه حلوه قوي، قعد يصلي: ايها الرب الى سيدي ابراهيم يسجد اليوم واصنع وصلا الى سيدي ابراهيم. وبعدين قرر الرجل وسجد للرب لما نفذت الخدمه اللي هو بيعملها. ولما قالوا له اقعد طب يومين ريح وكده، قال لهم: لا توعظوني والرب قد انجح طريقي، اصرفوني لاذهب الى سيدي ابراهيم. انا رمز المسيح. الخادم عايز يرجع للمسيح، عايز يقدم خدمته دي للمسيح. ورمزه حلو قوي ان هو الاسحاق رمز الخادم المخدوم اللي بيتجوز، اللي بيشوف له عروسه، يعني كانه بيجوز المسيح. اليعزر كان من الخدام الامناء وعندهم وكاله او مسؤوليه معينه بينفذوها. طيب اللي بعده رعوز، كلنا عارفين قصتها مش كده؟ اتقال عنها ان هي ما بتقعدش في البيت، لا تبرحي من هنا. ولما جه واحد قال من هذه الفتاه، كانه بيدور علينا، بيقول تبع مين؟ تبع ربنا طبعا، تبع المسيح احنا. وقال كده، كمل الحته اللي بعديها: دعوني، هي قالت: دعوني التقط واجمع بين الحزم وراء الحصادين. وقليلا ما لبثت في البيت. هي حاطه هدف معين، عايزه تخدم بطريقه معينه، وقالت كده: قليل ما قعدت في البيت.
يعني في جهاد. نكمل. فقال بعض العروس: ألا تسمعين يا بنتي؟ لا تذهبي تلتقط في حفل آخر، وأيضا لا تبرحي من هنا بل هنا لابن فتيات. ده الكلام بقى عيناك على الحق الذي يكتب. كل الكلام ده على فكرة بعت لكم البرزنتيشن، محتاج تعمل، محتاج صلاة، محتاج تشوفوا أنا خدمتي فين من الكلام ده. طبعا ده بالرمز، العهد القديم بيتاخد بالرمز لكن بنفهم بنحطه في حياتنا. طيب المنتشل من الماء ده موسى طبعا. أنا جبت من عبرانيين كلام على موسى. بصوا بيقول إيه على موسى اللي بعديها؟ بيقول إن المسيح كان أمينا كما كان موسى أيضا. يعني لما جه يقول إن المسيح أمين جاب مقارنة بمين؟ مش غلط إن إحنا نجيب من العهد القديم أو نقارن بالعهد القديم، بالعكس أهو بولس الرسول بيعمل كده. والعهد القديم بيوضح كتير حاجات من العهد الجديد. وادي المسيح نفسه بنقارنه بموسى، بس في فرق بين الاثنين. بين ايه بقى؟ بين البيت وايه؟ والخادم على البيت. اكثر من البيت نفسه. نكمل. كل بيت يبنيه انسان ولكن بني الكل هو الله. يعني كأن موسى كان بيخدم بأمانة. كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به. طيب نكمل. وأما المسيح كابن على بيته، ده الفرق بين موسى والمسيح. لكن موسى فيه كلام كتير قوي في خدمته. من الحاجات المهمة إن هو عنده إيه؟ الأمان. مين بقى اللي كانت جيدة الفهم وجميلة الصورة؟ أبيجايل في حكمتها. واتقال الأول إن هي جيدة الفهم قبل ما يتقال جميلة الصورة، وكأن اللي من جوه بيطلع عليه بره. في موقف حصل بيحتاج حكمة. طب هي هتتصرف ازاي؟ بتفكر وتاخد قرار بسرعة. هل حد ما يعرفش قصة أبيجايل؟ بس عارفين القصة ولا لا؟ ايه؟ فكرت بيه. هقولها كلها بس انا جايب الشواهد يبقى نقراها في البيت يعني. في يوم من الايام داوود، انتوا عارفين داوود كان هربان ومعاه ناس زي كده عساكر. جيش صغير. فراحوا يقربوا حته فيها راعي غنم، وكان في لصوص او عصابات بتيجي تسرق الغنم، فهم عملوا حراسه للغنم ده لمده معينه. ولما جه الوقت، حد عارف الحفله اللي بتتعمل بعد راعي الغنم؟ برافو، الجز. يجي جزازين وياخدوا الشعر بتاع الغنم عشان يبقوا. فجه في الوقت ده بيكسب فلوس بقى، فراحوا لجمال اللي هو صاحب المزرعه دي وقالوا له ادينا حاجه من اللي انت هتكسبها. مش داوود، الناس اللي معانا. فقال لهم اولا مش هتدفعوا حاجه لان انتوا ما عملتوش حاجه. ثانيا مين داوود ده اللي هربان من سيده عشان اديله حاجه او عقار؟ كان كلام صعب. الراجل ده يتقال عليه ان هو احمق وان كلامه وحش كمان. واحد من العبيد راح لمراته أبيجايل وقال لها الحقي ده عمل كده. كان عندها اختيارات كتير تعملها. كان ممكن ما تعملش أي حاجة. لكن هي قدرت الموقف كويس، ودي الحكمة بتاعتها بقى. وخدت قرار ونفذته من غير ما ترجع لنبال، من غير ما تبتدي تشوف ايه الوضع، لان كان الوضع محتاج حاجه سريعه. ساعات بيبقى في وقت ان احنا ممكن نفكر، لكن في وقت تاني لازم ناخد قرار سريع. خدت هديه لداوود وقالت للناس يلا نجري، وراحت لداوود قدمت له الهديه وسجدت على الارض وقالت له شويه كلام، وهو قال لها شويه كلام. صمويل اول اصحاح 25 عباره عن مدرسه ازاي نتكلم.
المدرسه للاثنين، ازاي ندخل ربنا في وسط كلامنا، نتعلم من الكلام ده. طيب انا مش هدخل بقى في تفاصيل كتير، لكن نفسي تقروا صمويل الاول 25. الموقف ده كان يحتاج حكمه. اللي بعديه هي على فكره معنى اسم ابيجايل، ابي فرح او فرح ابيها، معناها ان الحكمه بتفرح الواحد. الانسان اللي عنده حكمه حياته يبقى فيها فرح. ده اللي هي عملته، رد الفعل حسب الاحتياج. واخر حاجه اللي هو ازاي بقى مش دي اللي بعديها، هي دي بتتكرر دي على فكره. ايوه انها يوضح فيه هي عملت ايه وقالت ايه. طيب هراجع بسرعه. احنا قلنا وقف هنا كده ونشوف الخلوه دي فتره عشان نشوف بعديها هنعمل ايه. ربنا بعت لنا ناس هقول لهم هم نراجعهم مع بعض. الوكلاء قلنا يهوشبع ومين تاني؟ وعليعزر الدمشقي. الأمناء قلنا رعوف ومين؟ وموسى. الحكماء قلنا أبيجايل ومين؟ دول مكتوبين عندكم في الفصل، محدش قراهم خالص. وآخر واحد هنقوله بصاليل. أعيدهم تاني. حد يعرف بصاليل ابن أوري؟ إيه؟ بصاليل ابن أوري ولا أهولياب ابن أخي سمك بتوع قمة الاجتماع. هقول لكم تعالوا نشوفهم اللي بعديها. ربنا قال لموسى كده في يوم من الايام: قد دعوت بصاليل ابن كوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه. وهل احنا حاسين ان ربنا دعانا للخدمه باسمنا؟ يعني كل واحد ربنا قال له انا عايزك تكتب، مش امين الخدمه ومش ابونا، ده ربنا اللي بيدعونا. وعلى فكره الدعوه دي ممكن تكون قديمه وبتتجدد كل شويه. هل الخلوه دي ممكن تكون دعوه لخدمه مختلفه؟ لو سمعتوا امبارح برضه في كلمات مختلفه اتكررت كتير. هل ربنا عايز مننا حاجه جديده ممكن نعملها في الفتره اللي جايه؟ وملأت من روح الله بالحكمه والفهم والمعرفه وكل صنع. الحلو هنا تعالوا نقارن بين بصاليل وبين سليمان. ايه الفرق؟ يلا سهل قوي. برافو. سليمان طلب من ربنا الحكمه، هنا بصاليل حصل ايه؟ ربنا بيقول انا هملاه من كل حكمه. خدوا بالكم من كلمه كل حكمه وكل صنع بالحكمه وكل صنع لاختراع مخترعات. هو ينفع الكاتب يبقى يخترع؟ ينفع الكاتب يبقى مخترع؟ انتوا عارفين ان دلوقتي منتشر الموضوع ده في الشغل عندنا او عموما يعني في الاشغال، ان في حاجه بنزودها، كلمه جديده ظهرت كده معرفش سمعتوها ولا لا، اسمها انوفيشن. انوفيشن دي يعني اختراع حاجه جديده. انه مش كفايه اللي بيقدم الخدمه او اللي بيعمل حاجه ده يبقى واقف عنده مستوى ان هو جودته كويسه وسعره كويس ومش عارف ايه، لا انا عايز ادور على ايه الجديد اللي ممكن يديهوني. وده يمكن سمعناه امبارح في حكايه الحاجات الصعبه. ايه الجديد اللي ممكن اعمله في خدمتي؟ ايه الاضافه اللي ممكن الخادم ده يضيفها؟ بصاليل كان عنده يعني ربنا كان عايز كده، كان عايز يخليه يخترع. ويمكن ده برضه رساله من ربنا لينا. هل انا ممكن اكون زي بصاليل؟ طبعا. ليه؟ لانه بصاليل ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ملاك من ايه؟ فين روح الله بقى عندنا؟ روح القدس. ما كلنا عندنا وبيتجدد وبنصلي صلاه الساعه الثالثه. طب المفروض يبقى عندنا الاختراع ده. اوكي. اللي بعديها وهذا قد جعلت معه أهولياب ابن أخي سمك. ليه بقى انا حطيت الاثنين؟ ما كان كفايه واحد بس. حد يقول؟
مش فارقه ايه؟ اثنين كانوا من واحد وبعدين قدام مع بعض، اثنين مع بعض، 3 10 الناس بتبقى كذا واحد مش واحد لوحده. ربنا عايز كده. ربنا مش عايز واحد لوحده. ربنا عايزنا مع بعض. ممكن اثنين طبعا وممكن عدد كبير. ربنا عايز امين خدمه وعايز خدام وعايز ابونا. هو ده الرساله اللي ممكن يقولوها لنا برضه بصليل واهونياء. بصوا الايه الاخيره دي بقى. صنع كل ما امر به مين؟ الرب. عينه كانت على ربنا، على مشيئه ربنا، على اللي ربنا عايز ينفذه في خيمه الاجتماع او في بيته. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ لا انتوا تقولوا لي بقى. اصحاب الرسالة اللي هم الستة اللي قلنا عليهم نرجعهم تاني. يهوشبع، العذراء الدمشقي، العروس وموسى، أبيجايل ومين؟ بصل. يقولوا لنا ايه الخدمة؟ يلا عايز اسمع منكم حاجات كده وبعدين انا كاتب حاجات مش هفهمها مع بعض. يقولوا لنا ايه الخدمة؟ يقولوا لنا ايه نخرج من الخلوة دي عايزين نخدم. يقولوا لنا ايه ان دي رسالة من ربنا لينا نخدم بيها. يقول لنا حاجة تانية. هحاول نجمع مع بعض كده. بصوا يهوشبع ممكن مش عايز اقول نتعلم منها، ما بحبش كلمة نتعلم، لكن نعيش حاجة من الآثار بتاعتها. بتقول ايه؟ بص الكلمة دي كده، لا واحدة واحدة، خلينا واحدة واحدة. ما نقولش ان الظروف صعبة. هل هي كانت ظروفها صعبة؟ ولكن هي حاسه بمسؤوليه معينه، مع ان ما حدش طلب منها المسؤوليه دي. هي مش ام الولد ده، هي عمته، ولكن حاسه بالمسؤوليه. ولا الناس اللي حواليا كلهم كده. على فكره بقت مشكله في الخدمه وفي الحياه عموما. الناس بتشرب من بعض، بيقولوا كلام زي بعض. لو الخدمه ضعيفه، لو الخدمه فيها، عارفين في حاجه اسمها خدمه روحيه وخدمه جسديه، او خدمه الجسد وخدمه الروح، او خدمه الانشطه ساعات كده وخدمه المسيح. لما الدنيا بتمشي كله بيبقى زي بعضه كده. في حد يقول انا مختلف، انا مش همشي زي بقيه الناس. هي عملت كده، انا مش زي الناس اللي حواليا. اما يا هشام طيب ما نقولش ان الظروف صعبه وما نمشيش زي بقيه الناس. ليه كده؟ الالتصاق بالكنيسه والاباء والمجال الروحي ده مين ده؟ راجل يهويا ده جوزها. اصل هي كانت متجوزاه. الجوازاه هنا معناها ايه؟ التصاق. قد ايه خادم بيبقى مرتبط بالكنيسه عشان يقدر يحس بالمسؤوليه بتاعت خدمته. ماشي، ندخل على اليعقوب الدمشقي. كم؟ دي حته ما اعرفش خدتوا بالكم منها ولا لا. الراجل اول ما خرج من عند ابراهيم عنده هدف، اجيب عروسه لاسحاق. طيب وبعدين لما وقف عند البير صلى صلاه معينه، ولما راح عندهم صلى صلاه معينه، ولما عنده هدف واضح وعنده اهداف مرحليه، كل شويه يجدد الهدف ده يكمل. ما اعرفش الخادم بيعمل كده الاثنين دول مع بعض ولا لا. مع الهدف بيصلي وعنده ايمان بقوه الصلاه والثقه في عمل ربنا. الراجل ده كان كده. احنا النهارده
زي الراجل ده. اتفضل. يعني ممكن موسى طبعا كان عنده ثقه في ربنا، ساعات كان يتخانق معاه ويقول له انا مش قادر، لكن ساعات كتير كان. طيب نكمل بعد اليعازر رعوف. الحته اللي انتوا قلتوها طبعا بتاعت في حته قبليها ان هي ليه راحت الحقل وقالت لان هي عندها وعد من ربنا. عارفين الحكايه دي ولا لا؟ ربنا قال اللي ينتقد في الحقل ده ورا الحصادين ثلاث، عارفينهم؟ بيتقالوا قداس بس في القداس بس بطريقه مختلفه. الأرملة واليتيم والغريب. أبونا بيقول لهم هم الأرملة والغريب واليتيم. هي رعوف كانت أنهي واحدة من الثلاثة؟ هو باباها فين؟ هي الثلاثة. فهي اتمسكت بوعد ربنا اللي نعمي كانت بتقولها لها، اللي هو رمز نعمي دي رمز لكلمة ربنا اللي هي اتمسكت بيها وقالت أنا هروح. بعد كده الجهاد بأمانة، ولما الجهاد ده اللي حصل لما ما قعدتش في البيت والحاجات دي، وعد ادالها من الزرع اللي طلع من الاكل كميه كبيره، ده رمز لنعمه ربنا. وعد رمز للمسيح، والعطيه بتاعته رمز لنعمه ربنا في غنى. وعلى فكره في مقارنه بيعملوها، الكميه اللي هي خدتها بعد ما جهدت والكميه اللي خدتها بعد ما قعدت تحت رجلين بوعز، اللي هي رمز للصلاه بقى بتاعت الخادم وحياته الروحيه، مش بس النشاط والجهاد بتاعه. خدوا بالكم في حاجتين في العروس، كلمه عروس معناها جميله، خادمه جميله قوي. عملت جهاد والتقطت ورا الحصادين، ده مش موضوع سهل ان هي تفضل ماشيه ورا اللي يقع منه تلحق تاخده، لان في غيرها عايز ياخده ورا. اخذت كميه، ولما راحت قعدت تحت رجليه اخذت كميه. مين الكميه الاكبر؟ مريم ولا مرسى؟ مريم. ندخل على لكن طبعا الجهاد مهم جدا عشان عمل النبي. موسى يعلمنا او نعيش بايه؟ يورينا القيمه بتاعت الخدمه دي او بتاعت العمل ده. هو كان حاسس قوي بالناس وباللي ربنا مسلمهم الخدمه دي اللي انتوا قلتوها في عدد 11. راح قال لربنا، قال له اقتلني قتلا. لو الموضوع هنا كده اقتلني قتلا، يعني انا عايز اموت وما اشوفش الناس تعبانه كده. كان حاسس قوي بالخدمه وبالمخدومين، وعنده حاجه اسمها الوقوف في الصبر. حد سمعها كده؟ موسى مثلا الوقوف في الصغر، والوقوف في الصغر او في الثغره ده حاجه متكرره في الكتاب المقدس 3-4 مرات. يعني ايه؟ مثلا بس هي اكتر حته اتقالت لموسى لما ربنا قال له خليني اخلص على الشعب ده وخليك انت شعب جديد، فقال له لا ما تعملش كده. فدي ان هو وقف قدام ربنا. لكن هي الوقوف في الصبر او الخدام اللي بيعرفوا يعملوا كده دول خدام امناء وعارفين المسؤوليه بتاعت الخدمه وحاسين بيها. اقول لكم مثلا لينا زي الشباك المفتوح ده مثلا، وجه حد ارهابي عايز معاه رشاش وعايز يضرب الناس اللي قاعده. واحد من قدام راح وقف في الشباك. هي دي الوقوف في الصبر. خد الرصاصات كله عشان ما حدش يديله حاجه. هي دي الوقوف في الصبر. يعني الخادم اللي بيقدر يقف في وسط الحاجه الصعبه عشان يحمي اولاده. يعني بنشوف بنسمع عن ده كتير، ممكن ما يهمهمش منظرهم. اسمع مثلا واحد يروح يقعد على القهوه مع الولاد، ما يهمهمش منظرهم. واحد شايف ان الولد صاحب ناس صعبين ويروح يكلمهم، او اللي هو الدخول في الحاله الصعب برضه زي ما سمعت امبارح. ازاي الخادم يعمل كده؟ موسى كان مثلا حلو خالص الموضوع. موضوع كبير، والوقوف في الصبر ده حاجه حلوه. الخادم لما يعيشها
ويحسها هيفرق، ربنا هيديله نعمه معينه مختلفه. طب هاخد ابيجيل بسرعه. هي مش بس فكرت وقررت، ده هي عملت واتكلمت حاجه طالعه من القلب. لما بنيجي نتكلم مش بس في مدرسه احد او في خدمه، بنقعد في الخدمه الفرديه. هل الكلام طالع من القلب؟ هل الكلام فيه ربنا موجود؟ هي عملت كده، عشان كده قدرت ان هي تغير راي الجواز. اتخاذ موقف مختلف لان الوقت مقصر، مفيش وقت. انا زي ما قلت لكم من شويه، ممكن في وقت لازم قرار سريع وتنفيذ بسرعه. هل عندنا الحته دي؟ طبعا برافو قوي. على فكره كلهم يدخل معاهم كذا حاجه. يعني هنا بتقول رجال عندها احساس بالمسؤوليه اللي هي الوكاله، عندها امانه على بيتها، وعندها ثالث حاجه الحكمه والشجاعه، لان الموضوع ده مش سهل، مع انه مش دورها زي ما كان يا شبع مش دورها، لكن وقفت في الصبر. على فكره وقفت في الصبر لان كان ممكن داوود يقتلها ويخش يكمل على الباقي، وهكذا في حاجات كتيره امثله في الكتاب المقدس الناس يعني ايه وقفت في الصبر في الفتح. كمان اخذت، احنا لسه فوق اتخاذ موقف مختلف لان الوقت مقصر. الخدمه المختلفه اللي امبارح عمالين نقولها، يعني ايه اكون خادم مختلف؟ يعني ايه اخد خطوات مختلفه؟ يعني ايه اقول كلام مختلف عن بقيه الناس؟ يعني ايه يكون ليا لغه سماويه؟ يعني ايه يبقى الكلام بتاعي ليه تاثير؟ على فكره هي كلامها كان مؤثر. حاجات كتير قوي تقولها لنا جاي تدي منظر الفرح او الخدمه. الحكمه بصليل، فين الحكمه جايه منين؟ الحكمه من اين الحكمه؟ ربنا بيديها بدون طلب، بس انا عايز الايه اللي بتقول الحكمه بتيجي منين؟ ان كانت مكتوبه هنا، ان كانت احد تعوزه حكمه فليطلب من الله. دي نقطه مهمه قوي. الحياه في المسيح على حسب مشيئته دي جايه منين؟ ان الراجل بيبني خيمه الاجتماع، الراجل قاعد جوه المجال بتاع المسيح، المجال الروحي، الكنيسه، ودي مشيئه الله حسب ما امر به الرب، بينفذ مشيئه الله. هل الخدام عارفين مشيئه الله؟ في الخدمه حتى مش في حياتهم، يعني عارفين ربنا عايز ايه؟ كل اللي قلناه ده يوصلنا كده. لو الخادم عنده امانه، لو الخادم عنده احساس بالمسؤوليه او الوكاله، لو الخادم طالب حكمه ربنا ومملوء من روح الله، هيقدر يعمل كده. عندي بقى شويه حاجتين او ثلاثه ننهي بيهم من كل الناس بقى، منهم كلهم. معرفش احنا رؤيه للوضع الحالي ولمشيئه ربنا وللمستقبل. عارفين لما ناس كبار كده زينا لما نيجي نقرا نلبس نظاره، او في ناس بقى ما عملتش نظاره قرايه فلما تيجي تقرا تقلع النظاره. ليه بقول الحته دي؟ عشان انا محتاج رؤيه، انا محتاج الرؤيه تتضح. ساعات الخادم يبقى محتاج كده، رؤيه واضحه. ليه؟ مكتوب هنا ايه؟ اللي انا فيه، وايه تاني؟ عمل ربنا او مشيئة ربنا، وايه تاني؟ اوكي؟ ما هو ده اللي هيخليني احط الهدف. لو انا مش شايف فين الهدف؟ ما هو الرؤية دي مهمة جدا على فكرة، والناس ما بتتكلمش عنها كتير. وبرضه زي ما قلت لكم من شوية كلمة انوفيشن اسمها ايه بقى دلوقتي في الشغل الناس بالانجليزي فيجن. اي شركة تدخلوا عليها دلوقتي يقول لك اور فيجن، دي حاجة برضه جديدة بس على منتج فيجن وميشن. ما هي الفيجن بتجيب الايه؟ الميشن. الميشن دي يعني خدمة او رسالة. هنا في رسالة من الناس دي بتقول لنا انتوا شايفين ايه؟ لو
لو احنا مش شايفين طب نقلع النضاره عشان نشوف، او نلبس النضاره عشان نشوف، بس لازم يكون في رؤيه واضحه. احنا وبعدين هدف طبعا القرار المناسب في الوقت المناسب. الخادم لازم يكون عنده كده علاقه روحيه مستمره بوجود الله في العمل وفي الكلام. ده اللي شفناه من اكتر من حد، وفي الاخر كانت ظاهره لابي جاي. انا كلام كان سريع قوي بس البرزنتيشن جات لكم على الجروب بتاع الخلوه. خلينا ناخد وقت وزي ما قلت نبتدي خدمه جديده. كلمه خدمه جديده دي اتكررت كتير في رسائل بولس. انا داخل على خدمه جديده. ايه ده؟ احنا بقالي 30 سنه 40 سنه بخدم. معلش، هو ربنا عايز خدمه جديده. ربنا عايز كل شويه يحصل حاجه جديده، يحصل تغيير، يحصل حاجه جديده، يحصل امتلاك جديد، يحصل خدمه جديده. والا ليه بيجي الخلوه؟ احنا حضرنا خلوات كتير. لا، الخلوه علشان امتلي وايه؟ اصيل. لان انا كنت مجدوك ربنا. لو مش هتيجي معايا بقى. حلو السؤال ده، لان انا فعلا ما وضحتهاش، او يعني كانت محتاجه توضيح اكتر. هو السؤال بتاع احنا خدنا من حته العهد بتاع اليعازر مع ابراهيم، اعمل اللي عليك، ولو البنت قال له طب ما لو البنت ما رضتش تيجي معايا، قال له لو تبقى بريء من العهد ده. فالخادم انا اتكيت على حته اللي هو الخادم الغلط غلطه القدام ساعات، ان النتيجه بتاعت خدمته بتعمل له مشكله. انه ممكن يسيب الخدمه عشان نتيجه الخدمه ما كانتش حلوه. انه يحصل له نوع من سمعت امبارح صغر النفس او الحاجات دي، ان انا فاشل عشان مشكله حصلت في الخدمه. فانا اتكيت على دي وسبت الحته دي اللي مهمه قوي بقى. طب انا اروح لغايه فين؟ لا، انا اروح لغايه الاخر. اتزقني يعني افضل اعمل اللي عليا وما احطش في دماغي ان هي هتيجي ولا مش هتيجي. لكن في الاخر خالص بقى النتيجه انا مش مسؤول عنها، ده ربنا هو المسؤول. ايه المقياس بتاعها؟ انا وصلت لغايه فين؟ انا عملت ايه؟ برضه الناحيه الثانيه بتاعتها ان انا اتدلع او اعمل حاجه صغيره واقول خلاص انا عملت اللي عليا والنتيجه بتاعت ربنا بقى. لا، الاثنين مهمين. ان انا بعمل اقصى ما يمكن، لكن ما ادورش على كمان في حد تاني بيعمل حاجه اوحش، انه بيدور على النتيجه لدرجه انه ينسى ربنا ويدور على النتيجه بس، او ينسى العمل الروحي او وجود المسيح. علشان اقول لكم مثلا واحد بيدور على العدد اللي في الفصل، هم 40 انا عايز 35 او 30 يجوا، لو جم 25 ليه كده؟ طب اعمل لهم انشطه، طب ادي لهم فلوس، لا طب نعمل رحلات، نعمل مش عارف العدد زاد، جم في النادي وبيجروا عليا وبيحبوني في النادي عشان الكوره. طيب وايه؟ لا، ده برضه انا النتيجه خلتني ادور على امشي في سكه غلط. يبقى ما ادورش على النتيجه ولا تخليني امشي في سكه غلط، ولا احس ان انا فاشل او ضعيف او ربنا مش بيساعدني. لكن في نفس الوقت لازم جهاد رعوف قليلا ما لبس في البيت، اعمل كل حاجه اقدر عليها، اعمل انوفيشن، اعمل وقوف الصبر، الحاجات اللي شفناها دي النهارده اوصل لغايه الاخر، وبعد كده اسيب بقى عمل ربنا. لكن في الاول وفي الاخر ده ايه؟ عهد، وده اللي ربنا عامله معايا شخصيا. كل واحد كل فين ربنا عامل معاه عهد شخصي يبان في حياته ويبان في خدمته. طيب احنا في حد يقول عنده سؤال؟ صمويل اول 25 انا في حاجات
حاجات مش كاتب فيها حاطط الشواهد من غير سوري، حاطط الكلام من غير شاهد. لو حد عنده سؤال يبعت له وابعت له على طول. طبعا زي ما عارفين الشواهد والحاجات دي. نسمع السؤال بتاع التصنيف. طيب الابتلاء والفيض دي بجيبها دايما من حاجتين، ايتين مشهورين منهم واحده الترجمه بتاعتها برضه. اما انا فقد اتيت ليكون لهم حياه وليكون لهم افضل. كلمه افضل بالانجليزي معناها ايه؟ بيتر برضه. احسن كمان؟ ماشي. يبقى انا بجد قلتها كتير مش موجود. يمكن ما قلتهاش كده بس قلتها كتير. abundance او نفس الكلمه abundance بالفرنساوي معناها بغنى او غدار او فيض او مياه ظل عنه. مالهاش دعوه بغنى خالص. المسيح ما عادش كلمه غنى خالص. معناها ايه؟ معناها ان المسيح جاي وبيدينا خدمه بتملي او بيدينا حياه، بتملي حياه وايه؟ ونفيض بالحياه بتاعته. الآية الثانية دي عارفين انتوا الشاهد بتاعها مش محتاجين أقولها. الآية الثانية تقسموا على اثنين، يعني الإصحاح والآية تقسموهم على اثنين يطلع الآية الثانية. لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بإيه؟ بالروح القدس المعطى لنا في المعظم. كأن الروح القدس بيسكب محبته، ولما القلب بيتملي بيحصل إيه؟ بيفيض. دي الخدمة. طيب انتوا عايزين الشاهد فعلا مش عارفين يعني الأولاني يوحنا 10:10 ولما نقسم الاثنين على اثنين يبقى كام؟ 5:5 ونحط معاها أول رسالة من رسائل بولس اللي هي إيه؟ روميا. يبقى يوحنا 10:10 وروميا إيه؟ 5:5. الكاتب بيتملي وبيفيد. طيب أنا مش مع كلمة بيفضل. ليه؟ لأن اوكي احنا بنشبهها بكوباية ومية وبتتملي وتفيض. بس وهي بتفيض من ايه؟ من الامتلاء. هي هتفضل مليانة بس هتاخد أكتر عشان ايه؟ تفيض أكتر. في ناس بتقول كده إن هي زي البطارية وزي الموبايل لازم نشحن عشان ايه؟ نقدر نكمل. أنا بقول إن الامتلاء ده موجود على طول، أنا هفضل مليان. لكن دايما ربنا بيديني زياده، فالزياده دي بتفيد مني. فالامتلاء والفيض ده موجود على طول، مش بس في الكلمه، في حياتي العاديه كل شويه لازم يحصل امتلاء وفيض. واكتر حاجتين قلناهم النهارده ايه؟ من الايتين دول. وما لحقتوش تحفظوا الايتين؟ انا حافظينهم قبل كده. ده بيتقال في الانجيل ده في القداس كتير جدا. اما انا فقد اتيت انت كلهم ايه؟ يبقى نتملي بايه؟ ونفيد بايه؟ يبقى احنا بنكتب عشان ايه؟ حياة المسيح، مش عشان كلام ومش عشان أنشطة، عشان ايه؟ حياة المسيح. طيب دي الأولانية. الآية الثانية محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بايه؟ يبقى احنا مليانين بايه؟ بمحبة الله. هو الروح القدس اللي حطها. محبة الله لما تملانا نحصل ايه؟ نفيد بايه؟ ده اللي الواحد بيشور بالمحبة. زي اللي بيشور العرق ده بيشور بالمحبة. اوكي؟ ابونا عايزنا ننبه على الجروب بتاع كنوز الكتاب. الجروب ده عملناه في سنة 2020 وقت كورونا، بداية الكورونا. و كان أول يوم نظام معين كده، الناس كانت قاعدة فاضية، كنا كل يوم بناخد إصحاح، خدنا أصفار كتير جدا، ما وقفناش من 2020 لغاية دلوقتي 25، بس قللنا كمية. حاليا احنا في سفر أشعياء إصحاح 64 بناخد إصحاح في اليوم، يعني هنخلص أشعياء بعد أسبوعين وهنشوف بقى هناخد إيه بعد كده. لكن اللي عايز ينبه عليه أبونا أكتر إن أبونا جه السنة اللي فاتت قال لي أنا عايز القدام يبقوا برضه مع بعض في الكتاب المقدس، يعني يلتفوا حوالين كلمة الله. فابتدينا من 1 توت السنة اللي فاتت، يعني مش
بقالنا سنة و4 شهور أو سنة وشوية بنعمل إيه؟ بننزل سؤال كل يوم. بعد كده السؤال ده بقى سؤالين. احنا أخدنا الأصفار وبعدين خدنا حاجات عن الكلمة، خدنا حاجات كده في المحاضرة عن المحاضرة، خدنا أسئلة عن الرموز، خدنا الروح القدس، ودلوقتي شغالين في سفر المزامير. مش الهدف هو المزامير لأن أنتوا هتلاقوا الأسئلة سهلة ولا محتاجة تفسير ولا حاجة، السؤال بيتجاوب على جوجل فورم بتختاروا حاجتين بس، يعني بتختاروا بين سؤالين. الهدف إن الخدام يبقوا متجمعين حوالين كلمة ربنا. أبونا ده هدف هو حاطه بيه. الهدف المرحلي ده الهدف العام إن الناس تبقى متجمعة حوالين كلمة ربنا. منهم درس الكتاب ده أو هو أونلاين على الواتساب. اللي عايز ممكن يبعت له اللينك، ما بنحطش حد غصب عنه او احنا اللي بنحطه، مع ان الناس بتقول لي يلا حطني، اقول له لا انا ببعت لك اللينك وانت بتدخل لي. وبعد كده ممكن ابعت له كل النظام بتاع ما انا قلت كتير من 2020 قعدت اقول كل يوم، وبعدين انا حبيت اشرك الاباء معايا والناس. حاضر.